هل الاهلي في كاس العالم انديه طلع حصاله فعلا؟ هل هو فعلا شرف مصر ولا ما شرفش مصر؟ الاجابه عن النقطه دي لازم تكون انت منتزع الالوان اللي انت بتنتمي ليها وبتفكر بشكل منطقي. لان انت لو اول حاجه هتتكلم فيها كجمهور، جمهور النادي الاهلي في امريكا هناك بجد قدم مظهر حضاري الى ابعد الحدود، وبلس كمان ان انت الناس هناك اتفاجئت من الحضور اللي كان موجود في الثلاث مباريات. دي نقطه، ده بالنسبه للجمهور الاهلاوي. بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي انت اصلا هل هو لعب حلو ولا ما لعبش حلو؟ عشان تجاوب على السؤال ده في احصائيات نزلت على موقع كاس العالم للانديه ان النادي الاهلي المصري تاني فريق في البطوله عمل فرص محققه، وكان المركز الاول بايرن ميونخ، كان المركز الاول بايرن ميونخ عمل 12 هجمه محققه، والنادي الاهلي عمل 10 مهاجمات محققه. طيب دي اول نقطه. الرقم الثاني اللي الاهلي عمله ان النادي الاهلي معاه لاعب اسمه وسام، اللاعب العربي الفلسطيني، اول لاعب عربي عمل هاتريك في المباراه. طيب هل بقى الاهلي، طيب انت بتتكلم معايا في ايه؟ انا مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده. الاهلي في المركز الاخير ماشي، ما هو الاهلي في المركز الاخير. الاهلي عمل ايه في 3 ماتشات بقى؟ الاهلي في الماتش الاول، اول شوط عمل اداء ممتاز، اداء مبهر، تمام. في الفكره كلها في اضاعه الفرص اللي كان بيضيعها. لو الاهلي ده ما ضيعش الفرص دي، جاب على الاقل ضربه الجزاء اللي تريزيجيه صمم اللي هو يشوطها، لو كانت جت كان اخذنا 3 نقط هنا. وكان الفرص اللي موجوده في الماتش الثالث، الماتش بتاع بورتو، الاهلي ده عمل في الماتش ده لوحده اكتر من 6 فرص محققين. لو كنا حتى جبنا جون بزياده او كنا فرق 4-3 او 4 او 5-4، كنت هتجيب كمان 6 نقط، كنت هتطلع معاك 6 نقط، كنت هتجيب 3 نقط وكنت معاك 6 نقط، انت طالع اول مستريح. فهي الفكره كلها ان الاهلي البعثه كلها كان في حاجه اسمها سوء توفيق. هتيجي تقول لي طب ما انت ما جبتش ليه سيره ماتش بالميراس؟ الماتش الثاني بتاع النادي الاهلي مع بالميراس، انت اصلا الشوط الاول كنت كويس جدا، الشوط الثاني جالك سوء توفيق ان انت جبت جون في نفسك، فيعني انت الماتش بيهرب منك. بص، هي الفكره كلها ان في حاجه اسمها ايه، الكره ما عندك، لا هي البطوله دي ما عندك. لكن الاهلي عمل اداء يا جماعه في ال3 ماتشات، اداء مشرف جدا. اداء الفرق كلها بتقول لك لا، يعني الماتش الاولاني لا ده المفروض الاهلي كان يفوز والله 1-0 ما يتعادلش. الماتش الثاني الاهلي كان عمل اداء حلو في الشوط الاول ويستحق فعلا الخساره، لان في الشوط الثاني الدنيا هربت منه. الماتش الثالث لا، ده الاهلي يستحق ويستحق ويستحق ان هو يفوز، واكبر دليل على كده ان المدرب بتاع بورتو كان عمال يتنطط في دكه الاحتياطي. فالاهلي كان مصدر قلق ورعب لانديه. مين بقى الانديه دي؟ هل هي انديه محليه؟ هل هي انديه على مستوى قاره افريقيا؟ لا، ده انديه يا جماعه. انا بلاعب بالميراس، بلاعب فريق بورتو، ده فريق بطل البرتغال واخد قبل كده دوري ابطال اوروبا مرتين. فالموضوع مش سهل، انا مش بلاعب فرق عاديه يا جماعه. فالاهلي عمل اداء قدام فرق عالميه، وده جرس انذار لاي فريق محلي واي فريق في افريقيا. لازم تعمل حسابك اللي انت هتلاعب الموسم الجاي فريق مرعب، الا وهو النادي الاهلي. اذا الاهلي شرف الكره المصريه وجمهوره شرف الكره المصريه في دوري او في بطوله كاس العالم للانديه. على كده ضحك.